السلام عليكم. عارفين ايه اللي ممكن يحصل لقطة زي دي؟ قطة لولا رحمة ربنا كان زمانها ماتت. شعره كان بيقع بالكامل وجسمه ضعيف ومنهك، وما كنتش عارفة اساعده. لكن اللي ما كنتش اعرفه ان انقاذ حياته ما كانش هيحتاج ادوية غالية ولا دكتور، لكن كل اللي محتاجه هو طبق اكل بسيط من البيت مش هيكلفني حاجة. الحمد لله ربنا قدرني وقدرت اعالج توتة وابتدى يتحسن. اولا انا هعرفكم بنفسي، انا انتيكا ودي قناتي ودي قصة توتة، القط اللي كان عايش هنا في الجراج. توتة كان من احب القطط لقلبي. توتة حبوب قوي وبيحب التلامس، لكن في يوم وليلة حالته اتدهورت، شعره ابتدى يقع بالكامل وكان منهك وضعيف وشكله كان مش طبيعي. وبما اني بربي قطط من زمان عرفت اني لازم اشخص حالته الاول، ولله الحمد ان المرض مش معدي والا كان عداني وعد القطط. فكان تشخيصي انه عنده نقص في المناعة ومحتاج فيتامينات وغذاء كويس عشان يقدر يقاوم. المشكلة كانت ازاي هعالجه، رغم انه كان بيحب التلامس جدا الا انه كان صعب جدا اني امسكه او اديله ادوية. مجرد ما كنت بلبس الجوانتي كان بيختفي، كل محاولاتي فشلت واحساسي بالعجز كان صعب لاني حقيقي كنت محتاجة اساعده. القط غلبان جدا وحبوب قوي وكان صعبان عليا اني اسيبه. في اللحظة دي فكرت في حل تاني خالص، حل بسيط كنت بدعي ربنا انه ينجح. قررت اني اركز على نقطة واحدة، هي التغذية. بدل ما احاول اديله ادوية غالية او حتى ان انا احطه في بوكس واوديه للدكتور، وده ما كانش هينفع لانه صعب جدا، قررت اني اقدم له اكل صحي ومغذي من البيت. والحمد لله النتيجة بالنسبة لي كانت مبهرة، كل يوم كان بيتحسن عن اليوم اللي قبل، وكل يوم شعره ابتدى يرجع تاني، وده اللي حبيت اشاركه معاكم. القط انا لو ما كنتش ساعدته كانت حالته هتتدهور جدا وكان ممكن يموت. انا قررت اشارك معاكم التجارب ديت لانه حقيقي كل قط احنا محتاجين نساعده. انا كنت ممكن اقول قط في الشارع ومش مهم اساعده، بس لا، دورنا ان احنا ربنا بيحط لنا اختبارات قدامنا، وده كان اختبار قدامي، يا اما اساعده يا اما اسيبه يموت. كل واحد ربنا اعلم بظروفه وبدنيته والحياه اللي بتاخده ومشاغله، بس حقيقي انا حبيت اوضح لكم ان علاج القط ما كانش محتاج ادويه وعنف ودكاتره وفلوس كتير، لا خالص. كان في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان من كان في لو القيامه قامت وفي ايد حد فيكم فسيله فليغرسها. فأنا حابة أقدم لكم المحتوى دوت، وإن شاء الله إن أرباح القناة هتكون معظمها لإنقاذ القطط والحالات دي. حابة منكم إن انتوا تدعموني وتدعموا القناة بالمشاهدة، وأتمنى إن انتوا تشاركوا الفيديوهات دي مع ناس تانية عشان نقدر نساعد أكبر عدد من القطط، لأن حقيقي هم غلبانين جدا وده ثواب كبير جدا عند ربنا. فكل اللي محتاجاه ان انتوا تتفرجوا على الفيديو للاخر و تشاركوا الفيديو دوت عشان نقدر نساعد اكبر عدد من القطط وما نسيبهمش كده لمصيرهم. واستنوني تاني، انا هشارك حاجات تانية اكتر، وكمان هنزل لكم ايه الوجبات اللي انا عملتها له اكلتها له عشان صحته ترجع تاني. اخر حاجة عايز اقول لكم ان دي قناتي البسيطة جدا، وهنزل لكم عليها قصص وحالات تانية كتير وطبعا الوصفات اللي انا عملتها. بس كده،